عدد ديال الناس كيثيقوا في بزاف ديال المعارضين وديال المناضلين، وهما كلهم غير كذابين، كلهم كيجريو غير على الماده وكيجريو على المناصب. بحال الاتحاد الاشتراكي مثلا، شحال هو برا في فرنسا هربان اليوسفي والصداعات وكذا، ومشى جابوا الملك وتصالح معاهم وكانوا طالبين اللجوء وجابهم. اش داروا هذا الاتحاد الاشتراكي؟ في الاخر ما دار والو. تقدم اشتراكيه، احنا مناضلين، احنا حزب استقلال. احزاب كلها كذابه، كلها كتجري على المناصب، وراك شفتهم كيتخاطفوا على المناصب ديال البرلمان وعلى الوزراء وعلى كل شيء. نجيو للمعارضه في الخارج، اللي يقول لك الجيش الحر، واللي يقول لك المعارضين، واللي يقول لك الجمهوريين، واللي يقول لك المعارضين، واللي يقول لك اللاجئون. ثقوا بي، اقسم بالله كلمه حق، كلهم كذابين. اقسم بالله كلهم كذابين، وكل واحد عنده مصلحه باش وسيرتو في هادشي ديال اليوتيوب، كيطلع يدير فيها مناضل ويربح من اليوتيوب. هادشي اللي كاين. ما عندهم لا برنامج، تهضر معاهم يقول لك التعليم، الصحه، غير الكذوب. والله ما عندهم شي برنامج. والله شدوا الحكم في المغرب لا دار لكم تسبيطار بناوه. اول ما غادي يبداو غادي يقول لك اسيدي المثليه حلال، واللي بغى يتزوج حلال، واللي بغى يهضر حلال، واللي بغى يتعرى حلال، واللي بغى ياكل رمضان. هادو هو المواقف ديالهم باش تكون في راسكم. مازال الملك راه باقي كيدير الدروس الحسنيه، وباقي كيدير رمضان، وباقي كيامر بالعيد والاعياد، وكيدي الزاويات، باقي الاسلام وباقي الايمان بفضل الملك. ولو انا ما عنديش مع الملك، راه دا ليا ارضي. شنو بقاش يقول لك راه عياشي هذا؟ راه ارضي انا جالس كنتقطع، ما عندي حتى ريال، والارض ديالي مسروقه من الضحى ومن العمران اللي هما شركات ملكيه. مالك دا ليا ارضي، خوه دا ليا ارضي، مولاي رشيد وفي مراكش. العامل ديال مراكش الشفار دا ليا الارض، ما بغاش، والقاضي اللي في مراكش ما بغاش يحكم، والمحافظه في مراكش مزوره. كنقولها، ولكن كنخدم العقل. المغاربه ما يصلح لهم الا الملكيه. راه ما كاين لا جمهوريه ولا هم يحزنون. راه الدور تتبعوا تلقاو الملك. علاش؟ لان كناخذها بعين الحق. ربما الملك ما دايرش مع الفقراء، واخا كيقول لك مالك الفقراء، ما كاين لا فقراء ولا هم محزنون، كلشي مساكن. التشرد، ها الناس عايشه في الزنقه، ها السعايه، ها الدعاره، هادو كلشي موجود. انما الملك متجه للبنايه التحتيه. البنايات التحتيه كالمطارات والبراجات والصداعات، هادو مهمين، وهادو ملي كيمشي فيهم الانسان كينسى الشعب. فالمغرب الحمد لله واصل لواحد الدرجه ما تتصورش بين الدول العربيه، احسن من العادات ديال الدول العربيه، لا من العمران ولا من التنظيم ولا من الرياضه ولا من السياحه ولا من حتى التعليم. عندنا مزيان، غير كيبداو يكذبوا عليكم، راه التعليم غادي تا هو مزيان. الصحه اللي فيها مشاكل. علاش؟ لان الناس كيتهرسوا دغيا وكيديروا الكسايد وكيديروا المصايب وكيدابزوا لي زيرجونس عامره. خاص الشعب يتهدن شويه. اما السبيطارات راه هما هذوك بحال هنا، غير هنا الناس ما كدابش وما كتمشيش بالسرعه باش كدير الكسايد، وجالسين في ديورهم، واللي قليل اللي كيمشي لي زيرجونس. حنا المغرب معمرين لي زيرجونس غير بالمدابزه والكسايد والمصايب. هذا الشعب اللي داير داك الزحام، هذه وحده. اما بتجربتي لما جيت للخارج و وشفت الناس هنا كيفاش كتخدم، هاد المعارضين كيفاش يخدموا هاد الشيء، وهاد الريافه اللي كيقول لك ناخذوا الاستقلال راه والله لا عتقوك ولا رحموك ولا عطاوك حتى النصيحه. كيفاش هاد الناس عاد غادي غدا ولا بغدا يشدوا الحكم وغادي يتهلاو فيك وغادي يبدلوا التعليم؟ راه ما كاينش هاد الشيء كله، ما كاينش منه، غير خوا راسكم. انا رغم ان المغرب اعتدى عليا، خرجني من بلادي، ربما دا لي ارضي، مي كنقول راه مزيان لكم الملكيه. الملكيه على الاقل كتعمم او كتجمع ما بين القبائل والثقافات والاعراف يعني راه كون يجي مثلا الفوضى في المغرب، راه غتلقى الفاسي كيضرب مراكشي، ومراكشي كيضرب الامازيغي، والامازيغي كيضرب الصحراوي، والصحراوي كيضرب الوجدي، والوجدي كيضرب الريفي، وما غنساليوش، والتطواني كيضرب في الرباطي. راه عندكم شي ما كيحملش باش تكون في راسكم، غير النفاق. شكون اللي كيجمعكم وكيجمع الكلمه ديال المغرب؟ هو الملك. هذه نقطة أساسية. وأنا بصفتي مغربي ما نبغيش المغرب ديالي نشوفه مشتت بحال سوريا وشي كيحارب شي، والحباسات والعذاب والبوكليب الكحل. أنا عشت في المغرب وفاهمه مزيان، ودابا كنشوف فيه شوفها من الخارج. راه الملك إلا حيد راه غتولوا بحال سوريا وبحال لبنان وبحال اليمن وبحال، مع احترامي لهاد، راه ما غتبقاو تاكلوا ولا تشربوا ولا الخير غيوجد، ولا شي حد غادي يتهنى في هذا. كنعقل انا غير الانقلاب ديال الملك الحسن الثاني،
في ذاك النهار الانقلاب شي ضرب جارو وشي ضرب صاحبه وشي مشى لعند عدوه بجنوي وشي. ولذلك حافظوا على هذيك الملكيه. انما الملكيه اللي كنطلب انا في المستقبل ان شاء الله، ان الملك يعطي شويه ديال مساحه ديال القرارات الوزراء والبرلمان، ويعطيهم شويه الحريه ديال. انما كيخاف يعطيهم، هذا المشكل، كتخاف تعطي لمساخط الوالدين الحريه في القرار ويخرجوا على ذاك المغرب، لان بالصراحه كلهم شفاره وقماره، لا البرلمان ولا الوزراء. الملك ما عندوش فاش يتيق، وكيقول لبنادم هاك عطيه هذا مثلا غير لاكريمه وما كيعطيوش، هاك عطيه هذا دار تلاقاني مسكين عطيه دار ما كيعطيوهالوش. راه الملك في واحد الموقف لا يحسد عليه. ربما الارض كنقول هو اللي داها ليا ولا مولاي رشيد، ولكن ماشي هو شخصيا اللي داها، انما هذوك الاعوان وهذاك الشيء ربما تصرفوا بسميه الملك. فحتى عند الله وعاد نتحاسبوا. ولكن رغم انني مشات لي ارضي وداوها ليا وكذا، ما يمكن ليش نجي نكذب عليكم ونقول لكم راه كاين مناضلين والمغرب غيتغير لا كان جمهوري ولا ما كاينش من هذه الهضره. المغرب خصو يبقى ملكيه، والملك خصو يبقى في الحكم. ونتمنى والله هذا الملك اللي جاي الصغير يكون في المستوى. هذا الشيء اللي كاين. اما تقول لي ردوها جمهوريه، خلات على بابكم. ردوها مناطق مستقله، خلات على بابكم. المغرب كخصو يحافظ على اراضيه ويحافظ على الاقليات ديالو والاغلبيات، ويحافظ على مكانه ديال كل منطقه في تكتل واحد، في تجمع واحد، وفي كلمه الوحده. يعني يكون بنادم موحد، او المغرب موحد بجميع طوائفه وبجميع اقلياته، واخا تكون اقليه فيها غير جوج الناس، المهم راه عايشين بخير. ولكن نهار ولا جمهوريه كان فيكم الله يا حبايبي. اذا خصكم تقبلوا كما كان الحال وتخدموا على راسكم، والغالب الله. الملك ما قادش يدير كل شيء. الملك راه جالس كيبني في البراجات، جالس كيبني في هذاك، كيجيب التجيفي، كيتهلا في الطيارات، كيدير لي بور، كيدير الطرق، طرق السيار، كيتهلا في السياحه. كلشي كيهضر على المغرب. كازابلانكا ولات بحال ميريكان، طنجه ولات بحال ميريكان، بحال دبي، بحال يعني كاين حريات ديال هذا، كاين الناس اللي بغات. انما كاينين الشفاره وكاين الصابه وكاين القماره، ما عندنا ما نديرو. عيا يحارب، ولكن كله من الشعب. نتوما اللي ما كتختاروش، كل اللي اختار خنوش انا، نتوما ما كتختاروش اللي يهضروا عليكم، ما كديروا حتى شي حاجه باش تقدموا لقدام. هذا الشيء اللي كاين. ولذلك انا كنقول لكم احسن حاجه في المغرب هي الملكيه. وانا كنقول لك انا مضرور من الملكيه في ارض، ولكن شخص واحد لا يهم. وثانيا كتبقى المصلحه العامه قبل من المصلحه الخاصه. انا ما ربحت والو من ذاك المغرب، لا دعم ولا الارض ديالي مشات ولا مستقبلي تما، وضيعت حياتي كامله تما وجيت بحالي لاجئ في اخر ايامي. لكن قدام الله لا بدا خصني نقول كلمه حق. المغرب ما يليق له غير الملكيه. سالينا ها بقى يعمروا لكم راسكم. هاد الناس هادو اللي كيقول لك الجمهوريه والانفصال، قول لهم يعطيكم واحد الشخصيه بحال الملك، يعطيكم شخصيه اللي غادي تكون في المستقبل رئيس ديال المغرب. والله ما كاين، والله ما عندهم لا شخصيه ولا لا فيزيكمون ولا مورالمون ولا. ما كاينش شي واحد يستاهل يدير يجي المغرب. كاين غير الشفاره والقماره والمنافقين، وما يليق لهم غير الملكيه. هادشي اللي كاين. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.